ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بدأنا في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الجرامر والقواعد اللي هي اكتر حاجة الناس شايفاها رخمة. ممكن واحد هيجي يقول طيب انا دلوقتي عندي حصيلة لغة واقدر اتكلم، طب ليه اتعلم جرامر من الاساس؟ ولا ليه هو شيء مهم؟ الجرامر شيء مهم علشان هو اللي يخليك تكون جملة، لان الجملة من غير قواعد تحتمل معاني كتير. هتكون مفككة، هتكون كأنك بتتكلم عربي بس عربي مكسر، نفس الفكرة كان. فالجرامر جزء مهم جدا جدا في رحلة تعلمك للإنجليش أو لأي لغة عموما. القواعد ليها جزء كبير في اللغات، لأن زي ما بيقولوا لك الكلمات أو الجمل يعني اللي انت بتحفظها بقى من الكلمات وكده عايز تعمل معنى، هي وحدات البناء نفسها. بس انت دلوقتي وحدة البناء لازم علشان تبني محتاج أسمنت، فانت مش هتجيب كلمة وكلمة وتنسى الروابط ما بينها او تنسى حروف الجر والحاجات كتير. فانت لازم تركز على كل الجوانب، ما تسيبش جانب وتطنش الباقي. زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان انت ممكن تخلي تركيز اقل في حاجة تركيز اعلى في حاجة، سواء ده كان لتعليم اكاديمي او ده كان لسفر وتعامل مع ناس وان انت عايز تتكلم مع حد. علشان الوقت تقدر تفهم القواعد وازاي تطبقها، محتاج ان انت تذاكرها من غير ما تكون ملعبكة، من غير ما تكون جاية مع بعضها. اغلبنا بنذاكر مثلا من الاعدادية والثانوي والمراحل دي الانجليش كقواعد، اللي هو احنا في يونت كذا هناخد قاعدة كذا. لا، انت ممكن دلوقتي تبص على الورقة دي مش هتفهمها في الاول، بس دي انا اصلا اللي اعملها. تمام، متقسمة الباست بريزنت فيوتشر. هتلاقوا تحت simple continuous perfect perfect continuous. تمام، مش واضح. تمام، هما الازمنة ايه؟ ماضي، مضارع، مستقبل. تمام، 3 ازمنة بتوعنا الطبيعيين، اكيد مفيش حاجة رابعة وانا معرفش. تمام، فالتلاتة دول ليهم 4 حالات في اللغة الانجليزية. تمام، فبيكونوا لنا كام قاعدة؟ 12 قاعدة بالظبط. مش ضروري كلهم دراسة، مش ضروري كلهم تكون حافظهم، مش ضروري ان انت تحفظ اصلا. في حالة ان احنا مسكنا الماضي ومسكنا اول حالة فيه الباست سمبل. الباست سمبل هنكون مثلا وصفينه بكلمة اللي هي I did يعني انت تاخد تصريف تاني على طول. تمام، ممكن تمسك الباست continuous اللي هو الماضي المستمر. هنا continuous يعني مستمر، simple بسيط، perfect التام، perfect continuous التام المستمر. دي بقى بيطبقوا عليهم التلاتة وبتطبقهم علشان تكون 12 قاعدة اللي انت هتفهمهم. تاني حاجة الباست continuous، ممكن تقول مثلا I was doing يعني I was playing something I was playing basketball yesterday. تمام، دي حالة الماضي المستمر. انت دلوقتي خدت جملة واحدة فهمتك القاعدة اصلا ماشية ازاي، ده لو انت عندك فكرة اوريدي. تمام، علشان الفيديو بس ما يطولش فكل حبة حلوين كده هنشرحهم في فيديو ونشوف ايه المهم، ايه الدراسة، ايه اللي مش الدراسة، ايه اللي بنحتاجه جدا في العملي، الحياة العملية يعني، ازاي ايه الجمل اللي ممكن تسهل علينا فهم ال 12 قاعدة دول. انا شخصيا بالنسبة لي لما كنت بذاكر الازمنة دي كنت اللي بعمله مخلي لكل صفحة زمن، مخلي الباست 4 صفحات ومخلي يعني 4 صفحات كل صفحة واخدة اللي هو الحالة بتاعتها، اللي هو past simple past continuous past perfect past perfect continuous. طبعا انت تايه، بس انت لما بجد يعني الفيديوهات الجاية لما الامور تتوضح لك وتفهم القاعدة هتلاقي ان انت مثلا، او لو انت اوريدي اصلا متابع الفيديوهين ورا بعض في البلاي ليست على طول، وان انت يعني من الناس اللي لسه عارفة القناة جديد، هتلاقي الموضوع سهل بطريقة مش طبيعية. بس ما تعقدش نفسك واستمرارية، كون جمل كتير، ذاكر كتير ورا الحوار ده وهتلاقيه في دراستك اساسا، فده شيء طبيعي. بس يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتستنوا باقي البلاي ليست وبس.